اعملهولك على ورا ولا اعملهولك على جنب؟ جنب. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. بص يا يحيى، نعم. انا عاملالك مفاجأة حلوة قوي قوي في اوضتك. عايزاك تفرح قوي، عايزاك تفرح قوي عشان انا تعبت فيه قوي. يلا، 1 2 3. شوف هاي. فتح بص. قول لهم ازيكم، قول لهم ازيكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، بحبكم. قول بحبك، بابا. بحبك قوي بابا. يا روحي. ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا. تعالى بقى، تعالى عشان اسرح لك. بصوا بقى يا اصحابي، النهارده الفيديو بتاعنا جديد ومختلف جدا جدا جدا. ليه بقى يا دودي مختلف؟ هقول لكم. تعالوا بس الاول كده نسرح شعر استاذ يوسف بعد ما خد الشاور بتاعه وغير هدومه. لازم ايه؟ لازم نسرح شعرنا. بصوا، عايزه اقول لكم ان انا ايه، في مره لازم هو اللي يسرح. بصوا، في مره قلت لابوه، قلت له خدوا ايه، احلق له مع يحيى. جابهولي حالق خالص، يعني شايل شعره، يعني سايبه تقريبا على رقم 1. ما حبيتش شكله كده ابدا يعني، وخد وقت بقى على ما طول. استنى، عايز دي؟ خد وقت بقى على ما طول وكان شكله غريب جدا. قلت له انا مش هديهولك تحلق له تاني، عشان هو ما بيعرفش يقول للحلاق يا يوسف. بص لهم هنا، بص لهم هنا. ما بيعرفش يقول للحلاق على التسريحه اللي ايه، اللي انا عاوزاها. معلش، انتوا عارفين يوسف مجنني يا جماعه ومطلع عيني. بص 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 العصفوره اهي، العصفوره اهي. اعملهولك على ورا ولا اعملهولك على جنب؟ جنب. انت بتقول ايه؟ على ورا ولا على جنب؟ ها؟ على جنب. خلاص، هعملهولك على ورا، ماشي. فانا بعد كده هوديه للحلاق، عشان انا يعني يوسف ما شاء الله زي ما انتم شايفين شعره ناعم جدا، ما شاء الله يعني. اما بيتساب كده ويبقى عالي فبيبقى شكله جميل. لكن يحيى فتلة شعره مجعدة شوية، فيحيى في الحلاقة اللي هي القصيرة بيبقى شكله احلى. لكن يوسف لما بتسيبه شعره كده بيبقى شكله ايه، احلى من القصيرة. انا عارفة ان انا مش بص بص، فين النجمة، فين النجمة؟ طيب تعالوا نقول لهم الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن ايه. بصوا يا اصحابي، انا بصور لكم دلوقتي العصر، الساعة 3 وحاجة، ماشي. يحيى لسه ما جاش من المدرسة، تمام. انا عاملة ليحيى مفاجأة هنا في الأوضة. ايه بقى هي المفاجأة؟ عايزاه اول لما يجي من المدرسة يتفاجئ. جبت له مكتب للمذاكرة. بس عايزة اقول لكم المكتب ده مش جديد، لا، المكتب دوت بقاله كام سنة، بقاله اكتر من 3 سنين تقريبا. وكنت شايلاه في شقة الظهر، الشقة الأولانية خالص. فأول لما الشقة اتأجرت طبعا بابا طلع كل الحاجات اللي من الشقة وجابها هنا في الشقة اللي تحت. فمن ضمنهم كان ايه، المكتب ده. المكتب ده كان جايلي مع الترابيزة الصغيرة. عارفين الترابيزة بتاعتي الصغيرة المستطيلة دي اللي هي ليها رجل بتخش كده في الكنبة من تحت، كانت جاية معاها. فانا بقى هوريلكم دلوقتي المكتب. طب ليه يا دودي طلعتي المكتب من تحت؟ هقول لكم عشان يحيى ما عندوش هنا في الاوضه مكتب. بس انا قلت لكم قبل كده ان يحيى ما بيحبش يقعد يذاكر على مكتب، بيحب يقعد ايه، على السفره. لكن القرد الصغير ده ما بيسيبوش يا جماعه في حاله. بص بص، قول لهم انت بتعمل ايه مع يحيى. بيطلع على البنكت، لان هو بقى يعرف يطلع دلوقتي على الكرسي وعلى البنكت،
ويطلع يقعد يشد منه الاقلام ويشد منه الكراريس ويقطع له الكتب بتاعته، وبيقعدوا بقى هما الاتنين يتخانقوا ويضربوا بعض. انا لو صورت لكم الحاجات اللي بيعملوها والله العظيم هصعب عليكم، كل يوم خناق وما بيخليش يحيى يعرف يذاكر خالص. فانا قلت بقى ان انا هطلع المكتب ده من تحت، على فكره جديد بورقته جديد وشكله تحفه، هوريه لكم دلوقتي. عشان ايه احطه له هنا في الجزء اللي هو ايه بين السريرين هنا تحت الشباك، الحته دي فاضيه، وان شاء الله يجي ايه على قد المكان دوت. واجيب له كرسي من كراسي البلكونه او كراسي السفره، لسه مش عارفه، بس اكيد كرسي البلكونه عشان مش عايزه السفره شكلها يبقى حلو، يعني يبقى وحش، يعني لو خدت منها كرسي شكلها هيبقى وحش، فهاخد الكرسي البلاستيك اللي هو ايه في البلكونه، بما انه محدش بيخش البلكونه كتير. تمام، فتعالوا دلوقتي اوريلكم المكتب واشوف بقى رد فعل يحيى لما يجي ويلاقي المكتب ده، عايزه اظبطه له بقى واحط له عليه الاقلام بتاعته والحاجات بتاعته وكده. بصوا تعالوا كده، هو ده مكتب يحيى الجديد. تعالى كده يوسف عشان اوريهولهم. بصوا يا جماعه، هو عباره عن كده رف كبير من تحت او ترابيزه كبيره من تحت، واحده ايه صغيره كده من فوق. تمام، ولونه خشبي في ابيض، نفس درجه لون المطبخ. مش عارفه ايه علاقته، بس الدرجه بتاعته حلوه قوي، واحلى حاجه ان هو فيه ابيض، فهيليق مع ايه مع لون الاوضه. الجزء اللي هو الدايره دي انا في الاول كنت بحسبها يحط فيها كوبايه مثلا لو بيشرب حاجه او كده، لقيت جوزي بيقول لي لا ديت مش بتتشال ان هو يحط فيها كوبايه، ديت علشان يطلع منها لو حاطط لابتوب او كمبيوتر يطلع منها السلك من هنا، ما يبقاش السلك ماشي على الترابيزه، يعني دي بس علشان السلك يمر منها، فاهمين؟ فبصوا حلو قوي قوي اهو. دلوقتي بقى تعالوا نرتب الأوضة، علشان يعني مش متبهدلة قوي، انا لسه عاملاها بس عايزة ايه ارتبها كده شوية، واحط بقى المكتب ونظبطه. والنهاردة بإذن الله زي ما يوسف بيقول لكم كده، النهاردة بإذن الله اول لما احمد يجي من الشغل هخليه يشغل لنا الشاشة عشان الأوضة بقى تكتمل. الشاشة اول لما تشتغل والمكتب يتحط كده احس ان الأوضة كده ايه بقت جاهزة ورايقة لاستقبال أستاذ يحيى وحى وأستاذ تفسوفة برضو. صح يوسف؟ ايه رأيك في المكتب؟ حلو مكتب بتاع يحيى. أيوة بتاع يحيى، حلو. أجيب لك واحد لما تكبر بقى، اجيب لك واحد. وفي كمان حاجه عايزه اجيبها ليحيى واعملها له برده مفاجاه، عارفه ان هو هيحبها جدا. عايزه اجيب له سبوره وايت بورد كبيره كده، بحيث ان انا ايه عايزه اذاكر له عليها الماس والساينس والانجليش والكلام دوت، وهو مثلا يبقى قاعد على السرير. انتوا عارفين اصلا ان انا مدرسه، فدي شغلتي، فانا هحس ان هو استيعابه احسن او هيحب المذاكره اكتر لما اشرح له بالطريقه دي، احسن لما اقعد جنبه كده واقعد ايه اكتب له في الكراسه. لا، هو مثلا يقعد على السرير وانا احط السبوره هنا ماشي، وبعد كده ايه اقف اشرح له وهو بقى يطلع يحل وكده، هتبقى حلوه قوي. فباذن الله اول لما انزل هجيب له السبوره دي. ايوه بالظبط كده. فيلا بينا نبتدي. حطيتي لايك ولا لسه؟ كل ده يا مؤمنه وما حطيتيش لايك، حطي لايك عشان خاطر المكتب الجديد بتاع يحيى. وعايزاكم بقى تكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا رد فعل يحيى اول لما يجي. فيلا بينا نبتدي نظبط الاوضه مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا كنت بجري جري كده، نفسي ان انا الحق اخلص قبل لما يحيى يجي من المدرسه، ما يجيش يلاقيني لسه بعمل في الاوضه، لا عاوزاه يجي يشوف كل حاجه جاهزه كده عشان ايه يتفاجئ. عايزه اقول لكم ان انا كنت ناسيه تماما المكتب ده، يعني ما تفكروش ان هو كان في دماغي وقلت لما عاوزه هحتاجه كده، لا انا كنت ناسيه ان هو موجود عندي اساسا. يعني انا ما افتكرتش غير لما لقيته موجود تحت في الشقه بتاعت بابا. ناس كتير بتقعد تقول يا دودي انتي ما بقيتيش تصوري ليه في شقه باباكي تحت، عاوزين نعرف ايه اللي حصل والشقه حصل فيها ايه وايه اللي اتعمل فيها. استنوا فيديو قريب جدا هقول لكم ايه اللي حصل في الشقه، وهقول لكم كمان انا ليه ما كنتش بصور فيها. تمام، نستنوا الفيديو قريب.
فانا افتكرته اول لما لقيته موجود تحت، اول لما بابا نقله من الشقه بتاعت الظهر زي ما قلت لكم. فاول لما شفته قدامي كده قلت بس هو دوت اللي هيحللي المشكله اللي ما بين يحيى وما بين يوسف. بصوا بورقته، يعني انا اهو معاكم بفك الورق السلوفان من عليه، ما استعملتهوش ولا مره، لان هو جالي في الشقه اللي هناك طبعا كانت صغيره. يعني المكتب ده انا مش شارياه، هو كان جايلي هديه من بيج على الفيسبوك، هو والترابيزه. تمام. مش فاكره خالص بصراحه طبعا اسم الصفحه عشان اللي هيسالني، بس يا ريت لو البنوته اللي كانت بعتالي الحاجات ديت سامعاني دلوقتي، يا ريت تبعتيلي على الانستجرام علشان تديني اللينك بتاع الصفحه بتاعتك عشان انزلها، لان انا فعلا مش فاكره، لان الموضوع ده زي ما بقولكم من اكتر من 3 سنين. بس كده خلصت الأوضة وبقت زي الفل. وبكده أكون ظبطت الأوضة وهيأتها. دلوقتي تعالوا بقى لما أقولكم ايه الحاجات اللي أنا هحطها على المكتب. بصوا أنا مش هخليه زحمة ومش هحطله حاجات كتير علشان يلاقي مكان ان هو يحط الكتب والكراريس بتاعته. هحطله بس حاجات كده تديله منظر على المكتب، وكمان حاجات هو بيحبها. أول حاجة وأهم حاجة هحطها له هي الحصالة بتاعته دي بيحبها جدا، وكل لما يلاقي اي فكة في البيت، جنيه 5 جنيه 10 جنيه، يجي يقول يا ماما ممكن اخدها احطها في الحصالة؟ اقول له خدها يا حبيبي خدها. لحد ما شاء الله بصوا سامعين. مش عايزه افتحها دلوقتي، قلت له بقى ان شاء الله يعني بعد ما تخلص السنه في اجازه اخر السنه نفتحها ونشوف بقى فيها كام ونجيب لك بيها هديه. بس هي كان ملزوق عليها حاجات، كان ملزوق عليها الحاجات دي اللي هم الاشكال اتفكوا. جبت دلوقتي مسدس الشمع وهبتدي الزقهم عليها تاني. فدي كده اول حاجه هحطها. هحط له كمان سوبر ماريو عشان هو بيحبه قوي. بصوا عسل ازاي. ودي بقى احطها له ليه؟ علشان لو عايز مثلا ورقه منه اتقطعت وعايز يرميها، يقوم رميها فين؟ رميها هنا في بق البطه دي. لو مثلا بيبري قلم، البري بتاع القلم يقوم حطه هنا. يعني دوت كده باسكت صغير على المكتب عشان ما يضطرش ان هو يقوم. بصوا انا بهيئ له كل الظروف اهو عشان يفضل قاعد على المكتب ما يقومش، عشان ما يقومش الخطوتين دول يرميهم في الباسكت هنا. لا انا جبت له الباسكت لحد عنده على المكتب. تمام. احط له دي بقى بصوا القمر. دي بقى هحط له فيها كل الاقلام بتاعته والاستيكه والبريه واي حاجه هو هيستخدمها احطها له هنا. وبصوا هحط له طبعا ده علشان الساعه اللي في الاوضه هنا فوق الشاشه. فطبعا انا بصوا الام يا جماعه، قلب الام، انا مش عاوزاه يلف بس بظهره كده يبص على الساعه، لا انا عايزه الساعه كده تبقى قدامه على طول عشان ما يضطرش يلف. شايفين الحنيه بتاعت الام؟ فالمنبه اهو ركبت له دلوقتي حجر. وبصوا عايزه اقول لكم المنبه ده بينور. بصوا شايفين؟ دوسوا كده على الزرار ينور لو انتوا بالليل والدنيا ضلمه بينور وكده. بصوا شكله حلو قوي. دي بقى مش عارفه احطها له ولا لا، يعني دي مش عارفه احطها له ولا لا. هي اصلا مكانها جوه الارفف بتاعه السرير، انا خدتها وقلت هشوف لو لقيت الدنيا زحمه مش هحطها. تمام. ديت لقيت برضو لونها اصفر كده من الوان الاوضه، ده كوستر علشان لو عملت له مثلا كوبايه عصير، كوبايه شاي بلبن، اي حاجه يحطها على الكوستر دوت. فيلا بينا بقى ناخد كل الحاجات الحلوه دي ونشوف بقى هنرصها ازاي على المكتب الجديد. بصوا لقيت يوسف عامل ايه. يوسف نام على الارض. يا عيني يا ابني، الحمد لله ان انت نمت دلوقتي علشان اعرف اركز. هقوم بقى اشيله وانيمه في السرير عندي جوه في اوضه النوم عشان اعرف اكمل لكم. بقى ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ بجد المكتب بقى شكله تحفة، مش زحمة خالص. هو مش هيستعمل بس غير الجزء ده هو اللي هيكتب عليه، فانا سايبهوله فاضي اهو
مفيش بس غير عليه غير الاقلام والدبدوب اللي هو بيحبه، وفوق بقى الحصاله والمنبه كده في وشه على طول، عشان ايه؟ زي ما قلت لكم يبقى شايف الساعه قدامه. ودوت ايه الباسكت بتاعه. ايه رايكم؟ ناقص ايه بقى دلوقتي؟ ناقص الكرسي. هخش بقى اجيبه من البلكونه واحطه هنا، عشان هو زمانه جاي دلوقتي وعايزاه اول لما يجي يتغدى ويذاكر على طول. فهحط له بقى الكرسي هنا عشان يخش يلاقي المنظر كده متكامل. لانه كنت هنسى دي كده هحطها هنا، علشان زي ما قلت لكم لو عملت له اي حاجه يشربها يحطها هنا. بس كده بعد ما حطيت الكرسي قولوا لي بقى رايكم. بصوا انا عارفه انتوا هتقولوا ايه، لو الكرسي كان لونه ابيض كان هيبقى احلى، انا عارفه. بصوا انا بفكر اعمل حاجه برضو انتوا قلتوها لي قبل كده في التعليقات، قلتولي الفكره دي، فانا مش عارفه هتنفع ولا مش هتنفع. قلتولي يا دودي حاولي ان انت ترشي الكراسي البلاستيك والترابيزه البينك اللي في البلكونه، رشيهم باللون الابيض. فانتوا قولولي هل هيبقى حلوة وعملية واللون بعد كده مش هيطلع وهيفضل ثابت ولا لا، واروح عند مين؟ يعني اروح ارشهم عند مين؟ عشان انا مش عارفة. وايه نوع الرش الكويس؟ عشان برضو انا معرفش، ما رشيتش حاجة قبل كده. فياريت تفيدوني تحت في التعليقات، عشان لو لقيت الموضوع هيبقى عملي يعني وكويس اخدهم وارشهم باللون الابيض. طبعا لو بقى ابيض هيليق اكتر بكتير على المكتب وعلى الاوضه. بس انا طبعا هحطه هنا مؤقتا يعني لحد لما اشوف ايه موضوع اللون دوت. بس مبدئيا كده انا حاسه ان يعني الدنيا عمليه قوي حلوه. هيقعد يذاكر هنا براحته، حتى الارتفاع هيبقى كويس. لما يجي بقى دلوقتي ويقعد هنشوف بقى مرتاح ولا مش مرتاح كده يعني. فدلوقتي بقى احنا في انتظار استاذ يحيى، اول لما يجي بقى هصور لكم رد فعله. جماعة يحيى جه ومقعداه بره في الريسبشن يتفرج على الكرتون. قلت له اوعى تيجي عشان عامله لك جوه مفاجاه. فانا دلوقتي هجيبه، بس عايزه اعمل تغيير اخير على المكتب. بصوا لقيت دي برضو بيتحط فيها الاقلام، حسيتها اشيك بكتير من هي التانية حلوه برضو، يعني ممكن ابدل بينهم، مش عارفه. بصوا انا هسيب يحيى هو اللي يختار ما بين دي وما بين دي، بس انا هحط دي دلوقتي واحط فيها الاقلام، وهو بقى لو عجبات تانية يبقى يحطها. ماشي، هروح بقى نديله دلوقتي علشان يشوف المكتب بتاعه. يلا بينا يحيى، تعال غمض عينك عشان عامله لك مفاجأة. غمضت؟ هات وريني عينك. تعال خش اوعى تفتح. شايف حاجة؟ مش شايف حاجة، كل اللي شايفه هو صوته بس. طب دول كام؟ ايه؟ دول كام؟ لا ما تمسك. دول كام؟ 5. لا مش 5، يبقى انت مش شايف. بص يا يحيى، نعم. انا عامله لك مفاجأة حلوة قوي قوي في اوضتك. ايه، حطلي تليفون على السرير؟ تليفون؟ لا مش اقصى امنياته وطموحاته هي التليفون يا جماعة. لا يا يحيى، مش احنا اتفقنا ان التليفون السنة الجاية ان شاء الله؟ خلاص، لا مفاجأة تانية احلى بكتير هتعجبك قوي وهتخليك يعني تبطل تتضايق من يوسف وتتخانق معاه. مش تتخانق معاه تاني. روقت السرير صح؟ روقت السرير؟ ما انا كل يوم بروق السرير. المهم عايزاك تفرح قوي. ماشي. عايزاك تفرح قوي عشان انا تعبت فيه قوي. ماشي، مستعد؟ ها، ايه؟ هتفرح؟ انا خايفه ما يفرحش. عشان حاجه ليها علاقه بالمذاكره. يلا 1 2 3. مش شايف حاجة. فتح بص. ايه رأيك؟ كويسة والله، حلوة. ايه رأيك المكتب بتاعك الجديد؟ والله حلوة بجد؟ الصراحة أنا كنت بفكر إنك فتحت الحصالة. لا ما فتحتش الحصانة، اقدر افتح الحصانة من وراك؟ بجد قولي ايه رأيك؟ تحفة. بص ده هيبقى المذاكرة بتاعتك كلها هتبقى هنا. ماشي؟ ماشي. عشان يوسف بيضايقك صح، وبيطلع على السفرة ويقعد يقطع الكتب بتاعتك وتتخانقوا مع بعض. دلوقتي انت هتخش بقى تذاكر وتقفل الأوضة على نفسك ومحدش هيضايقك ولا يوسف هيخش عليك. ايه رأيك؟
تحفة. تحفة. تعالوا بقى كده على المكتب عشان تقعد عليه وتجربه وتشوف مرتاح في القعدة عليه ولا لا. اما نشوف. استنى دلوقتي يا اصحابي. يحيى لا استنى، ننزل انزل. لازم تشد الكرسي كده لبره. اقعد بقى كده اكنك بتكتب او بتذاكر. قولي مرتاح في القعده ولا لا. الله حلو قوي يا جماعه بجد. انا عن نفسي عاجبني قوي. ايه رايك؟ بس انا كده هشوف اللي فوق ازاي. لا ما انت ما تريحش كده على ورا، انت تطلع كده على ايوه كده. بصوا انا بفكر اجيب له الشنطه التانية اللي هي على الكرسي التاني واحطها له هنا من الظهر، لان فعلا الكرسي ده مايل كده على ورا. يعني عارفين هو عايز كرسي تكون القعده بتاعته الظهر بتاعه كده مستقيم عشان يسند ظهره وهو بيذاكر. فمش عارفه بقى اشتري له كرسي ولا ده حلو واعمل له مسند. مش عارفه، انتوا قولوا لي. قمت ليه؟ كده خلاص جربت. اقعد عشان اشرح لك الحاجه. ما انا خلاص جربت. تعالى بس كده. بص الباسكت الصغير ده لو مثلا بتبري قلم تحط البري فيه، لو في ورقه عايز ترميها هنا بدل ما تقوم وترمي في في الباسكت ده. الاقلام والاستيكه والبراءه تحطهم فين؟ هنا. وهنا لما اجي اعمل لك بقى شاي بلبن او هوت شوكليت او عصير، الكوبايه تحطها فين؟ هنا. واول لما اديلك فلوس تحطها فين؟ هنا. وهنا عشان تشوف كام ساعة؟ الساعه. ايه رايك؟ مبسوط؟ ايوه. والماريو ده بقى؟ لا ماريو ده حطهولك ديكور كده يعني عشان انت بتحبه. العب بيه يعني؟ تلعب بيه في البريك. ماشي. ودلوقتي يا اصحابي عايزين نجرب المكتب بجد بقى. يعني ايه نجربه بجد؟ يعني نقعد نحل الهوم ورك اللي يحيى خده في المدرسه النهارده. حليته امتى؟ في الباص. هنقعد نذاكر، هنذاكر الحاجات اللي خدتها صح. وكمان في مفاجاه تانية يا اصحابي. مفاجاه ليكوا بقى. مش عارفه ايه المفاجاه في كده، بس ما علينا. يعني انا نفسي كمان مش عارفه. يحيى دلوقتي هيخش ياخد الشاور بتاعه ويلبس البقره الجديده. لا مش عاوزه علشان اللوك يكتمل بقى. ما لبسهاش ولا مره من ساعه لما اشتريناها. ما لبسش البقره دي ولا مره. تلبسها بقى عشان اشوفها عليك. ماشي. وتقعد تذاكر كده وانت رايق كده وشبه البقره. حسن يا ودي يا يحيى. مبسوط بجد؟ بجد مبسوط؟ بجد. يوكوكو. يلا هنروح بقى يا اصحابي نغير هدومنا كده ونروق على استاذ يحيى ونرجع لكم تاني. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ايه يا يحيى ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ استحميت؟ خدت الشاور بتاعك؟ بص مجهزه لك البقرة اهي. يلا نلبس، يلا بينا. جماعة بصوا يحيى طلع شكله تحفة في البقرة. وريهم بصوا القرنين غير السلوبيتا بتاعت يوسف. الزعبوط ده سادة مفيهوش حاجة، لكن دي بصوا فيها بق وفيها قرنين حلوة قوي. خليها بقى كده. تعالى على رجلي. اوبا حبيب ماما الجميل. البقرة. البقرة الكبيرة. البقرة الصغيرة نايمة. نسرح ليوشي شعره. يا ناس جميلة يا ناس وحلوة يا ناس كده. ونسرح لأستاذ يحيوحة علشان لما يجي يقعد يذاكر وهو فايق. صحيح ماما. وانا معايا في الفصل اسمه حسن وهارون وجود متابعين القناة بتاعتي حتى. بجد؟ والله. عرفوها منين؟ انت قلت لهم عليها؟ هم دخلوا على المقطع بتاعي وعرفوا كل حاجة. بس أنس بيقول إن عندك 501 بس اشتراك. 551,000 وإن شاء الله هيبقوا 600,000 قريب. شافوا المقطع اللي هو بتاع النتيجة بتاعتك لما طلعت؟ صحابه شافوها وعرفوا القناة. أصلا أنا مش قايلة لحد في المدرسة إن أنا عندي قناة ولا كده.
هما دخلوا على الحساب كده اصحابك بقوا بيتفرجوا عليك، صح؟ يبقى احنا لازم نعمل لهم حاجات حلوة ونعلمهم يذاكروا ويبقوا مجتهدين وشاطرين، صح يا يحيى؟ يشوفوك بتذاكر فهم كمان ايه؟ يذاكروا زيك. دلوقتي بقى هتروح تجيب لي شنطتك من بره ونقعد نشوف خدت ايه ونجرب الايه المكتب الايه الجديد. يلا اجري روح هات الشنطه اجري. بص يا يحيى هات لي كتاب الماس. بصوا بحب ابدا بالماده بتاعتي انا عنصريه معلش. شاطر. تعالى بقى اقعد كده، اقعد بس كده عدل. قول لي كده ايه، مرتاح ولا لا؟ مرتاح. تعالوا كده بصوا وريني بقى خدت ايه النهارده. خدت درس ايه النهارده؟ خدت الدرس ده اللي هو المالتيبليكيشن. طيب حلو. 7 باي 8 equal 7 باي. هنقسم هنقسم ايه ال8 هنخليها كام وكام؟ ثانية يا اصحابي لازم تسطروا كده. 1 2. تعالوا شوفوا. هو ده المنظر اللي انا كنت مستنياه من زمان بجد. اخيرا هقفل عليك الباب واسيبك تقعد تذاكر، ويوسف مش هيقدر بقى ايه يخش عليك يضايقك. 3 و5. طب اشمعنى 3 و5 ليه مش 4 و4؟ ايه؟ مش ال8 ممكن تبقى 4 و4 برضو؟ بس انا عاوز رقمين مختلفين. شاطر يا واد يا يحيى، طلعت بتفهم. لازم يكونوا مختلفين يا جماعة. طب ماشي، طب ما ممكن نقول مثلا 6 و2 يعني. طب ممكن نقول 6 و2. ايه 6 و2 6 و2 التوفن وال6 يعني مثلا بدل ال3 وال5 6 و2 الاتنين برضو هيدونا 8. صح. طب ليه بقى اخترت ال3 وال5؟ عشان انا عاوز رقمين بمستوى بعض. يعني ايه بمستوى بعض؟ يعني 5 10 15. يعني جدول الضرب 5 10 15 و3 6 و3 و6 و9 و12 و15. انا عاوز بقى الرقمين دول. طيب ماشي، عموما هي صح برضو. ماشي كمل يلا. هما الايه بلس ايه يساوي؟ هنا بقى هنعمل ايه 7 باي 3 ونكتب الانسر هنا، وهنا 7 باي 5 ونكتب الانسر، وبعد كده ايه نعمل لهم اد. هنروح بقى نكمل احنا يا اصحابي مذاكرتنا وبس كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى يكون عجبكم. عجبك يا يحيى المكتب؟ الصراحه ايوه. تحب تقول ايه لاصحابك يا يحيى قبل لما نقفل الفيديو؟ عاوز اقول لكم بقى مبروك لكل اللي ناجح، وان شاء الله في رمضان كل سنة وانتم طيبين. عقبال رمضان ان شاء الله تصوموا وتبقوا بأحسن حال يا روحي. وبكده نختم الفيديو الجميل بتاعنا النهاردة. بتمنى يكون عجبكم، ومستنية بقى رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير بقى بكرة في فيديو جديد. مع السلامة.